السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو. معلومه على السريع، وهي عن القطعه اللي بتبقى موجوده مثلا في اي كيبل من الكابلات اللي موجوده قدام حضرتك دي. ايه ده؟ يعني لو قعدت تفكر كده هتلاقي في حاجه، غطا موجود كده وتحت منه القطعة دي. فانت فكر ايه ده؟ اقول لك انا، القطعة دي اسمها فيوز. الفيوز ده وظيفته حماية مش اكتر لأي جهاز عندك. بمعنى مثلا ده كان كيبل لطبعة، طبعا ده كان حماية للطبعة. طب حماية من ايه بالظبط؟ هقول لك. التيار الكهربي مش دايما بيكون فيه اصح حاجة، لا ساعات بيحصل حاجة كده عندنا بنسميها فولت. الفولت ده يعني خطأ، والخطأ ده هو تغيير قيمة التيار يعني عن القيمة المعتادة. يعني اما بيحصل عندك اي تغيير في الريتد كارنت، يعني التيار المعتاد، بيبدأ ان الفيوز ده يتحرق معاك. فبدل ما مثلا جهاز الطبعة مثلا اللي انا كنت موصلها على الكيبل ده تتحرق او يحصل فيها اي مشكلة، او حتى يحصل مشكلة في الكيبل نفسه، لا، يبدأ ان القطعة دي تتحرق معاك وبتغيرها. طبعا كل فيوز بيبقى ليه قيمة، يعني الفيوز اللي قدامك ده قيمته 3 امبير وبيبقى طبعا مختلف. يعني ممكن تلاقي فيوز اصلا حجمه، مش عايز اقول لك، ممكن تلاقي القطر بتاعه مثلا، ممكن القطر بتاعه تلاقيه 5 سم، 6 سم، 10 20 سم، عادي، ده وارد. كل دي أحجام. فده كان فيديو كده حبيت إن أشاركه معاك، أتمنى يكون عجبك الفيديو. حابب أوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات أول بأول. وشكرا ليك على المشاهدة.